منطقة حارم. بداية أتكلم عن مدينة حارم. تقع مدينة حارم في شمال غرب مدينة إدلب، وتتبع لمحافظة إدلب، حيث تبعد عن مركز مدينة إدلب 40 كيلومتر تقريبا. فيها قلعة أثرية قديمة مشهورة، وفيها ينابيع وبساتين. بلغ عدد سكانها حتى العام 2011 25 ألف نسمة تقريبا. أول من سكنها في العام 1825 هي عائلة برمدة الكردية من عشيرة كيتكان، وهو مصطفى برمدة وأولاده حسن وحسين وأحمد، حيث نصبوا فيها الخيام ثم بنوا البيوت. ولكن حزب البعث العربي الاشتراكي هجرهم عندما استولى على السلطة في سوريا. لكن منطقة حارم بالكامل كردية منذ ما قبل الميلاد، وليس فقط منذ العام 1825. وهنا أورد ما قاله المستشرق الفرنسي ريني دو ساود، والمتخصص بتاريخ سوريا، والمتوفي سنة 1958 للميلاد، في كتابه الصادر في باريس في العام 1927، حيث يقول: يعود تاريخ الوجود الكردي في سوريا قبل التواجد العربي بمرحلة زمنية سحيقة، ويعود لمئات السنين قبل الميلاد، حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالكرد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. تشتهر حارم بالزراعة بكافة أنواعها، وأهمها زراعة شجر المشمش ونوعه الخاص المسمى بشكر برا، وهي اسم كردي. برا إما برا يعني تعني الشقيق، وبرا هو الحق الصادق. لا أعرف كيف يلفظوها أو كيف بداية تم تسميتها، برا أو برا. في الحالتين التسمية كردية. وأشجار الزيتون والتين وزراعة الخضروات، وخاصة الفليفلة الحارمية الحارة قرن الغزال. مدينة حارم مدينة أثرية معروفة بمعالمها الأثرية الفريدة، مثل قلعة حارم والكثير من الآثار المنتشرة في المدينة ومحيطها. من عائلتها برمدة، وهي من عشيرة كيتكان. قشقش، كيخية، هنانو من عشيرة رشوان. وكوسة أو كوسة أيضا من رشوان، وهم يسكنون الحامضة. ومارد وخزاعي وشيخو وقويري. تضم منطقة حارم عدة مدن وبلدات، منها سلقين، أرمناس، كفر تخاريم، كفرمو، بلدة إسقاط، معرات الشلف، قورقانية، قلبلوزة، بنابل، مير إسحاق، كفر كيلا، شندلايا، معصرتي، بسينية، كفر حوم، عريبة، رأس الحصن. منطقة حارم بمدنها وبلداتها كردية الأصل، ولا زال الكثير من أهلها يقرون بكرديتهم، بالرغم من أن عمليات التعريب قد نجحت في أماكن كثيرة، وأصبح الكثير من كردنا هناك مستعربين للأسف. هذه هي كانت المعلومات، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. شكرا لكم على هذا الاستماع، تبقون بخير.